أهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بألف خير. أسامة حسن ورضا عبد العال وجهان لعملة واحدة، والعامل المشترك ما بينهم هو الهجوم على النادي الأهلي وضرب استقراره. وعندهم كده يعني مش هنقول غير إن هو شوية حرقان يعني من النادي الأهلي ونجاحاته. طيب، رضا عبد العال طالع في تصريحات مع مجدي عبد الغني بيؤكد انه بيرسي تاو عمل مشكله بعد خروجه، وانه كهربا بيلعب عافيه، وشويه تصريحات تانية بخصوص كولر والنادي الاهلي. واسامه حسن طبعا اسامه الملط زي ما احنا عارفينه بيؤكد انه كولر مفلس فنيا وما عندوش فكر. قبل ما اقول لحضراتكم تصريحاتهم هما الاثنين بالتفصيل، اولا عاوز اسال حضراتكم سؤال، وتاني شيء اطلب من حضراتكم طلب. نبتدي بالسؤال الاول. سؤال لحضراتكم: هل انتمائي مثلا الشخصي يخليني اقول تصريحات تقلل مني وتقلل من احترامي وتقلل من احترام المشاهد لي؟ مثلا انا راجل بحب برشلونة جدا، هل استطيع ان اقول افضل نادي في اوروبا وسيد اوروبا هو برشلونة؟ لا طبعا، باي منطق؟ في الاخر في بطولات ولغة ارقام، مستحيل اقول الكلام ده. سيد اوروبا الاول هو ريال مدريد، ده اللي مش بيمشي عليه خالص ولا يتبعوا في كلامهم نوعية رضا عبد العال وأسامة حسن. الطلب اللي عايز اطلبه من حضراتكم اللايك للفيديو والشير والاشتراك في القناة، وتعالى نسمع مع حضراتكم أسامة الملط. هو مع اني والله مش بحب امشي في السكة دي، ولكن هم بيجبروك على استفزاز جماهير النادي الاهلي باسلوب كلامهم. أسامة حسن ورضا عبد العال. نبتدي بمين؟ نبتدي بأسامة حسن. أسامة حسن طالع مع مجدي عبد الغني، وفي حديثه عن مباراة النادي الأهلي وكولر والنادي الأهلي والجوني اتكلم عن كولر، وأكد إنه كولر من وجهة نظر الفنية لأسامة حسن مفلس فنيا وضعيف فنيا. طب ازاي يا عم والبطولات اللي بيحققها؟ قال لك لا، بسبب السكواد اللي بيملكه النادي الأهلي كولر بيحقق بطولات. واكد في كلامه انه في مباراة الجوني النادي الاهلي ما راحش للجون وما ضيعش فرص خطيرة على مرمى الجوني. طيب نبتدي بموضوع مفلس فنيا. والله طالما كولر بيجيبنا بطولات، جابنا بطولة افريقيا وسوبر مرتين وكاس مصر مرتين ودوري والكلام ده كله وبرونزية كاس عالم، احنا عاوزينه يبقى مفلس. احنا يا ريت يبقى دايما مفلس زي كده ويجيبنا بطولات. احنا هنستفاد بايه لو هو عبقري فنيا وما يجيبنا بطولات؟ ده شيء احنا مش محتاجينه. طيب في حديثه عن مباراة الجوني قال لك النادي الاهلي ما ضيعش اي فرص وما راحش للجون. طب الثلاث اهداف دول جو ازاي؟ يعني جو بايه؟ طيب اكد قال لك لا، دول من كور ثابته، مفيش حلول في النادي الاهلي. هدف من شوطه من امام عاشور والباقي ده من كور ثابته. طب هل الشوط او التسديد على المرمى والكور الثابته دي مش من حلول في كره القدم؟ لا، مش من حلول من وجهه نظر اسامه حسن. طيب لو حضراتكم يعني وهو منهم شاف مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي. ريال مدريد في انجلترا مدافع ما راحش للجون غير بالكوره فقط لا غير، ومع ذلك وصل للسيمي فاينال دوري ابطال اوروبا. هستفاد بايه يعني لما اسيطر واروح واضيع وفي الاخر اطلع متعادل او اطلع خسران؟ ولكن هو مش لاقي عيب في النادي الاهلي فبيحاول يخترع من عنده. ده بالنسبه لاسامه الملط. نروح لرضا عبد العال الكونغولي. رضا عبد العال الكونغولي في احد البرامج بصراحة والله انا بستغرب هو ازاي مش محرج، ازاي هو بيتكلم بالطريقة دي. ولكن عجبني احد الاشخاص في تعليقه على رضا عبد العال اكد يعني انه رضا عبد العال هو بيتعمد يتكلم بالطريقة دي. اصل هو فنيا ما عندهوش، هو فنيا ما عندهوش، ما يقدرش يشرح لك مباراة ويشرح لك فنيا فيه، فبيحاول يقول لك اي هجس زي ما هو بيقول عشان يطلع ترند ويطلع كلامه بيكون متداول في كل وسائل التواصل الاجتماعي. اول نقطة بيتكلم في تحليله للمباراة
أكد إنه كولر مش مسيطر على غرفة الملابس، مش مسيطر. طيب والله ما شفتش هو استبعد أحمد عبد القادر فترة قد إيه؟ طيب لما حصل يعني غضب بسيط من قفشه استبعدوا مباراتين على التوالي وهيستبعدوا التالتة. كهربا قبل كده شفت السيطرة واستبعاده أكتر من مرة، إزاي مش مسيطر؟ يعني هات لي حاجة هو تثبت إنه مش مسيطر فيه. طيب بيقول لك إنه كهربا في ضربة الجزاء لعب ضربة الجزاء عافية، وإنه محدش يقدر يتكلم. طيب وإنه كهربا مسيطر جدا على الجهاز الفني ومسيطر جدا على النادي الأهلي ككل. طيب قبل ما أقول لك، شايف اللقطة دي لقطة ضربة الجزاء، وعلي معلول بصفته الكابتن راح الكولر يسأله مين يسدد، ولما أكد إنه كهربا شاور الكهربا وقال له كده يعني العب. وكولر أكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه غير نظام. لما أحد الصحفيين بيقول إنه ليه علي معلول ما شاتش وهو رقم 1 في التسديد، قال له مين قال لك إنه علي معلول رقم 1 في التسديد؟ أنا غيرت نظام أو ترتيب تسديد ضربات الجزاء وخليته على حسب الحالة في الملعب. وادي الدليل، لما كهربا طلب الكورة علي معلول راح سأل كولر. ده الدليل. طيب طالما كهربا هو مسيطر من وجهة نظرك كده إن هو مسيطر جدا في النادي الأهلي، طب ليه ما بيلعبش أساسي؟ خلاص أنا عاوز ألعب أساسي، صح ولا مش صح؟ واحد مسيطر بالطريقة دي، طب ما يلعب أساسي. طيب النقطة الثانية بيقول لك إنه مخرج المباراة تحت النادي الأهلي في لحظة تغيير بيرسي تاو ما جابش الكاميرا على وجه بيرسي تاو وهو خارج، لأنه من المحتمل إنه يعمل أي ردة فعل وأي غضب عشان وكده ممكن مصر كلها تشوفه. لذلك المخرج ما جابش الكاميرا عليه، وأكد إنه لو المخرج في مباراة تانية غير النادي الأهلي كلاعب كنادي الزمالك كان جاب الكاميرا عليه. وده بيأكد كلامي إن المخرجين بيساعدوا النادي الأهلي. وأكد وأقسم إنه بيرسي تاو عمل مشكلة وهو خارج في أرض الملعب بعد تبديله، ولكن عشان المخرج ما جابش الكاميرا عليه احنا ما شفناهاش، بس أنا من جواي متأكد إنه عمل كده. طب عاوز أقول له حاجة، هو في كام كاميرا في الملعب؟ يعني في كام كاميرا وكم مصور وكم موقع بينقل المباراة؟ يعني لو في أي شيء كانت اللقطة دي مش مستنين مخرج المباراة اللي خلينا نشوف الكلام ده، لا، في كذا موقع وكذا مصور وكذا إعلامي في الملعب. أي شيء ممكن يحصل في الملعب بيكون على السوشيال ميديا بكل سهولة. يعني درجة حقده وكرهه للنادي الأهلي بيأكد حاجة هو ما شافهاش بعينه، شيء غريب وعجيب. مش عاوز أطول على حضراتكم أكتر من كده. أتمنى من حضراتكم من كل الأهلاوية اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.